الدولة تعزز أمن الطاقة بالصعيد عبر مجمع إنتاج البنزين بأسيوط. مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول يعتبر واحد من أهم المشروعات القومية والاستراتيجية اللي الدولة بتنفذها ضمن خطط تنمية صعيد مصر. المجمع ده أكبر مجمع بترولي في الوجه الإبلي، ومقام على مساحة حوالي 20 فدان، وهدفه الأساسي إنه يخدم أهالي الصعيد ويوفر لهم احتياجاتهم من البنزين. المجمع بيستهدف إنتاج حوالي 800 ألف طن بنزين سنويا بجميع أنواعه، وده بيساعد في تعظيم القيمة المضافة من توافر النفط، وكمان بيقلل مخاطر وتكلفة نقل المنتجات البترولية من الشمال للصعيد. غير كده المشروع بيساهم في تعظيم الاستفادة من أصول شركة أسيوط لتكرير البترول عن طريق ضخ استثمارات جديدة في محافظات الصعيد، وتأمين إمدادات البنزين للمواطنين، وتقليل استيراد البنزين من خارج البلاد، وده بيوفر عملة أجنبية تتوجه لمشروعات تانية، وكمان بيوفر فرص عمل كتيرة لأبناء الصعيد. المشروع بيضم وحدات مهمة زي أبراج التقطير والأفران، لوحدة معالجة النفط، ووحدة تنشيط العامل المساعد، ووحدة إنتاج البنزين، ووحدة الأزمرة. أما منطقة المرافق والخدمات فبتشمل غلايات بخار وضغط هواء، ووحدة إنتاج النيتروجين، ووحدة معالجة صرف صحي، وبرج تبريد، ومستودعات للتغذية والمنتجات، إضافة إلى محطة تخفيض الجهد الكهربائي بقدرة 125 ميجا فولت أمبير. وقد بلغت مدة تنفيذ المشروع 40 شهر بتكلفة استثمارية 450 مليون دولار، وبنسبة مكون محلي وصلت ل 62%، ودي بيعكس اعتماد الدولة على الخبرات والصناعة المصرية وحرصها على تنمية صعيد مصر.